وفي إطار المقاربة الأمنية الجديدة الهادفة إلى محاربة مختلف الظواهر الإجرامية واستتباب الأمن بين المواطنين، تقوم ولاية أمن الدار البيضاء بدوريات أمنية تشارك فيها مختلف المصالح الأمنية. من المنطقة الأمنية أنفا نتابع روبورتاج آمين هناوي ومحمد حرش. آخر الاستعدادات بولاية أمن الدار البيضاء قبل انطلاق الحملات الأمنية بمختلف الأحياء والمناطق بحضور مختلف الوحدات والتشكيلات التابعة للأمن الوطني، بالإضافة إلى وحدات القوات المساعدة والسلطات المحلية. حملات أمنية على مدار اليوم بهدف محاربة كل أنواع الجرائم واستتباب الأمن لدى المواطنين. تم وضع إمكانيات زائدة للمصالح الأمنية ومن خلال التواجد الفعلي للقوات المساعدة وأعوان السلطة والقوات، وتحت الإشراف الفعلي للسلطة المحلية ممثل في السيد العامل، وكذلك بتنسيق مستمر مع السيد والي الأمن. يعني تم إنشاء وحدات أمنية متعددة، وذلك بهدف تغطية شاملة لجميع القطاعات التي تعرف انتشارا واضحا للجريمة. الدائرة الأمنية الثالثة بمنطقة أنفا، حيث ستنطلق إحدى هذه الوحدات الأمنية المشتركة للقيام بجولة في بعض الأحياء والشوارع، والمهمة محاربة ظواهر الاتجار بالمخدرات والسكر العلني والسرقة. حملات أمنية لقيت استحسانا كبيرا لدى المواطنين. الحمد لله راه هادشي غادي مزيان، وحسينا بواحد لا سيكوريتي في بلادنا. الحمد لله تنخرجوا ما تنخافوش. هادشي تيفرح وهادشي تيساعدنا وتيخلينا اش نقول لك نزيدوا الثقه في الثقه، نخرجوا في هاد الوقيته. كيبانش البوليس كنخاف بيان ايفيدامون. ملي كنشوف انه كاين بوليس معنا كنقول ما عنديش علاش نخاف، ما كاينش زعما كاينه لا سيكوريتي كمان. نقدروا نخرجوا ترونكيلمون على قبل. دونك بغينا نكملوا في هذا المجال، تقدر تخرج مع اختك مع مرتك وتحس انك اون سيكوريتي. مجهودات متواصلة لمختلف المصالح الأمنية بأحياء العاصمة الاقتصادية وعلى مدار ساعات اليوم لتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومحاربة مختلف الظواهر الإجرامية.